وكلكت تاني مرة جبنا اوردر برضو من تيمو. بس قبل ما افتح ونشوف جبنا ايه، خلينا نتكلم على شوية حاجات مهمة لو قررت تشتري من تيمو. مبدئيا كده الاوردر ده ب 3200 جنيه، جالي عليه جمارك كام؟ هقول لك اخر الفيديو. بص يا سيدي، لو قررت تشتري من تيمو خلي بالك من شوية الحاجات اللي هقول لك عليها دي. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما تجيبش هدوم وما تجيبيش ميك اب، لان الحاجات دي بتتصنف انها سلع ترفيهيه عاليه، وبالتالي الجمارك بتاعتها بتيجي عاليه جدا. يعني في ناس لو اشترت منتج ب 1000 جنيه ممكن يجي لها عليه 1000 جنيه و1500 جنيه كمان جمارك. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتقول ان الاسعار بتاعه الموقع مش حقيقيه وان بيجي لهم اسعار زياده عن الحاجه اللي هم طلبوها. يا سيدي المشتري الفاضل، الموقع ده اساسا موجود في الصين، يعني مش موجود في مصر اصلا، وبيشحن لجميع دول العالم. السعر اللي هو بيبقى كاتبه لك على المنتج هو فعلا سعر المنتج، وهم عاملين دلوقتي عرض ان الشحن مجانا. يعني انت لو اشتريت اي حاجه من الصين تخيل انها هتجيلك لحد مصر شحن مجانا. لكن الموقع ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالجمارك، لان مش كل دول العالم عندها جمارك اصلا. وبالتالي الموقع كل مسؤوليته بالمنتج اللي هو بيبيعه لك ان هو بيطلعه ويغلفه ويبعته لك مع شركه الشحن. لحد هنا كده مسؤوليه الموقع انتهت تماما. قصه بقى الجمارك دي فدي مشكله عندنا احنا في مصر، مش مشكله عند الموقع. وده للاسف لان احنا دوله بتفرض جمارك على السلع اللي بتيجي من الخارج، مش زي دول الخليج. طب الجمارك بقى بتيجي كام ونسبتها ايه والدنيا دي كلها؟ هبلول يا معلم، انت ونصيبك. اللي بيجي في دماغ الموظف بيقوم جاي رازعهولك في الجمرك. مفيش حاجه ثابته. زي ما شفتوا كده الاوردر اللي فات كان ب 1300 جنيه، جالي عليه جمارك كام؟ 250 جنيه. اما الاوردر ده فب 3200 جنيه، جالي عليه جمارك كام؟ 750 جنيه. وفي الاوردرين انا كنت محظوظ بصراحه، والجمارك يعتبر منطقيه. في ناس بقى بتجيلها جمارك مش منطقيه، ممكن يبقى جايب الاوردر مثلا ب 1000 جنيه يلاقي عليه 1500 جنيه جمارك عادي جدا يعني. طب ازاي نحاول نتفادى اعلى نسبه جمارك تيجي على المنتج اللي احنا طالبينه؟ بص، انت لو فهمت الجمارك اصلا مفروضه ليه فانت هتعرف ازاي تتفادى مشكله الجمارك دي. الجمارك مفروضه علشان تحمي المنتج المحلي، فبالتالي لو انت بتصنع نفس المنتج ده عندك في مصر ورحت تشتري المنتج ده من بره، فهتلاقي ان المنتج اللي جاي لك من بره اعلى بكتير سعره من المنتج المحلي. فهتروح فين؟ زي الشاطر كده هتروح للمنتج المحلي تجيبه. فايه المنتج المحلي اللي بيتصنع عندنا؟ الهدوم. فانا دايما ما انصحكش ان انت تروح تجيب هدوم من بره. كمان الجمارك بتتفرض على السلع الترفيهيه زي الميك اب والكوزماتكس، فتجنب ان انت تجيب حاجه تكون بتتصنع عندك او حتى هي موجوده عندك في مصر، وبلاش الميك اب والكوزماتكس. طب الحاجه الثانيه، الهدايا بتاعه تيمو، هل الموضوع ده صح ولا مش صح وحقيقي ولا مش حقيقي؟ بص يا عمنا، لو انت فاكر الاوردر الاولاني فكان نزل لي عليه هديه داش كام من 1920 جنيه نزلوها لي ل 92 جنيه، خصم طبعا جبار وكبير جدا، وفعلا اتشحنت وجت. ولكن طبعا الجمارك بتاعتنا الجميله قررت انها ما تعديليش الكاميرا، وقالوا لي لو عايزها هتدفع عليها 5700 جنيه. ده طبعا رقم مش منطقي، يعني ابقى شاريها ب 92 جنيه وادفع عليها 5700 جنيه وهي اصلا في السوق ثمنها بيتراوح من 2000 ل 3000 جنيه. بس الشاهد في الكلام ان فعلا الهديه جات لي واتشحنت ووصلت لحد الجمارك. اما بقى النوع الثاني من الهدايا وهو اللي شغال وموجود دلوقتي، ان انت تبعت دعوه لاصدقائك وتخليهم يدخلوا البرنامج، ودي بقى هنعرف هي حقيقه ولا مش حقيقه لما نفتح الاوردر اللي معانا. انا عملت زي ما التطبيق طالب وبدات فعلا ابعت انفيتيشن لاصحابي علشان يدخلوا على التطبيق. بس خلي بالك لما هيجي لك الانفيتيشن وتبدا فعلا تختار الهديتين بتوعك، التطبيق هيقعد يعمل لك شويه اشتغالات كده وحركات، قال يعني ايه، بيعمل لك خصومات، وهيوصل الرقم بتاع الهديتين اللي انت طالبهم من مثلا 700 800 جنيه او 1000 جنيه لغايه ان انت فاضل لك 3 جنيه وتاخد فعلا الهديتين. بعد ما اول واحد من صحابك يقبل فعلا الانفيتيشن بتاعتك هتلاقي ان فاضل 2 جنيه بس وتاخد الهديتين بتاعتك. بس الحقيقه ان انت لازم تعمل دعوه ل 36 واحد، منهم 6 ممكن يكون عندهم التطبيق بالفعل فيفتحوا ويقبلوا الانفيتيشن، ومنهم 30 لازم يكونوا جداد اول مره ينزلوا الابلكيشن عندهم ويعملوا حساب عليه. فعشان تاخد الهديتين انت محتاج 36 واحد. فما تخليش البرنامج يسرح بيك ويفهمك ان انت لو دعيت 3 بس فانت هتاخد الهديتين المجانا. ده مش هيحصل، انت محتاج 36 واحد عشان تاخد الهديتين فعلا. ثالث حاجه بقى بالنسبه للجوده بتاعه المنتجات، يا جماعه نخلينا منطقيين معلش. يعني انت لما تدخل تشتري عجله ب 250 جنيه ولا حتى سكوتر ب 400 جنيه، انت متوقع ان هيجي لك فعلا عجله حقيقيه او سكوتر حقيقي؟ المشكله مش عند التطبيق، المشكله عندك انت. انت ما قريتش الوصف ولا قريت الابعاد بتاعه المنتج. هو كاتب اصلا ان هي ماكت ومدي لك الابعاد بتاعه الماكت. انت بقى اللي اول ما شفت العجله ولا السكوتر عينك زغللت وقلت الله، عجله ب 250 جنيه ولا سكوتر ب 400 جنيه. ما تشتريش حاجه غير لما تقرا الوصف بتاع المنتج كويس جدا، وتنزل كمان على الريفيوز تشوف الناس اللي اشترت المنتج ده فعلا بتقول ايه فيه وبتقول ايه في الكواليتي بتاعه. ويا ريت كمان لو الناس دي ضايفه صور تدخل تتفرج على الصور، لانها بتبقى صور حقيقيه للمنتج اللي وصل له. طب انت ازاي اصلا تشتري من على تيمو؟ ولا اي حاجه، هتنزل التطبيق عندك على الموبايل، تشوف ايه المنتجات اللي انت محتاجها من عليه، تدخل العنوان بتاعك، تدخل الفيزا بتاعتك اللي هتدفع بيها،
وخلاص على كده المنتج هيوصلك لحد باب البيت. مش هتسافر القاهره، مش هتروح الجمارك، مالكش دعوه باي حاجه، الحاجه هتوصلك لحد باب بيتك. وهقول لك تاني برضو، ما تشتريش هدوم ولا تشتري ميك اب ولا تشتري سلع ترفيهيه قوي من على تيمو. انا عارف ان الاسعار مغريه بس الجمارك هتزعلك. انا بقى بعد ما تميت كل الخطوات المطلوبه عشان اخد الهديتين، فعلا تم شحنهم مع الاوردر بتاعي وما دفعتش عليهم ولا مليم، والمفروض ان هم موجودين مع الاوردر ده. ودلوقتي يلا بينا نفتح الاوردر ونشوف الحاجه اللي انا جايبها ونشوف الهديتين وصلونا ولا لا. بسم الله. دي اول حاجه شنطه انا طالبها. الشنطه دي بتحط فيها الحاجه الاكسسوارز اللي عندك، تحط فيها كابلات الشواحن، الباور بانك، اي اكسسوارز عندك كده، حاجه يعني ايه للتنظيم، يعني ان انا انظم كل الحاجات اللي موجوده عندي بدل ما كل حاجه مرميه في حته. شنطه كويسه جدا وحجمها حلو قوي. اما دي بقى فالشنطه الثانيه من الهدايا، انا شاري واحده اللي هي دي تمام، ودي الثانيه جايه هديه، فكده واحده من الهدايا وصلت. هنشوف بقى الهديه الثانيه جت ولا لا. اعتقد ان هي دي الهديه الثانيه. خلينا نشوف كده، هي مش هي بس بتهيألي هي هي دي. دي برضو شنطه يد اهي. دي هديه تانية كده. يبقى الهديتين فعلا وصلوني وما دفعتش عليهم ولا مليم. ليها قفل من هنا، ارقام سريه علشان حاجتك محدش يلعب فيها لو سايبها في مكان. ممكن تحط الباور بانك وتطلع اليو اس بي تشحن من هنا. بصراحه كون ان هي هديه فيعني هديه مقبوله بصراحه، يعني حلوه جدا عجباني. يبقى كده الهديتين فعلا وصلونا والتطبيق صادق. ويلا نشوف جبت ايه كمان بس من غير ضحك عشان في حاجات تافهه انا جايبها. دي حاجه من الحاجات اهيت، انا ما اعرفش هي ايه لسه، فخلينا نفتح ونشوف دي ايه. ده ترايبود صغير كده للموبايل، حلو جدا وحجمه صغير، ممكن تحطه في اي حته، تحط عليه الموبايل بتاعك، الرجلين بتاعته بتتفتح، تثبت الموبايل في اي مكان، خصوصا لو انت زي مثلا بتحتاج تصور من اي حته ومحتاج حاجه تبقى صغيره معاك، يعني ان انت تفتحها في اي وقت ما تاخدش مساحه في الشنطه. الحاجه التانية ودي مش عارف هي ايه، فخلينا كده ايه نفتح ونشوف مع بعض. انا بحب قوي على فكره الكياس اللي هم بيبعتوا فيها بصراحه المنتجات، خصوصا الكياس اللي بيبقى فيها بابلز، بقعد العب بيها وايه وافرقعها. دي ايه بقى؟ غالبا كده، غالبا دي حاجه من الحاجات التافهه يعني. لا دي مش تافهه، دي قاعده بتتركب مثلا في الموبايل وفي الترايبود. انا جايب منها كذا واحده بحيث ان مثلا لو انا عايز اركب الموبايل على اكتر من ترايبود او اكتر من مكان ما اقعدش الف. عارفين انتوا المسمار ده اللي تقعد تلفه عشان تمسك الحاجه وترجع تفكه تاني؟ لا، هي كلها تبقى ايه بلاجن كده، اللي هو يدوب توصل الاتنين ببعض خلاص بيشبكوا. فانا جايب منها كذا واحده عشان لما اجي انقل من كذا حاجه مع بعض يبقى مجرد بس كده ايه بلاجن تك 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 اقدر انقل كل الحاجات اللي انا عايزها يعني. فدي مش من الحاجات التافهه، دي حاجه مهمه بالنسبه لي بصراحه. اما ده بقى ده لينس كاب للكاميرا الاوزمو اللي جبناها وعملنا لها انبوكسنج من كام يوم. جبت لها لينس كاب عشان يحمي العدسه بتاعتها من اي خدوش ولا حاجه. دي حاجه من الحاجات التافهه حقيقه، والكواليتي بتاعتها طلعت سيئه جدا، الكواليتي بتاعتها بشعه. معلقتين بصراحه الصوره بتاعتهم ما كانتش بتقول ان الكواليتي سيئه جدا كده، الصوره كان الكواليتي افضل من كده بكتير، لكن الكواليتي بتاع المعلقتين يا جماعه بشع. هي حته صاج ومقصوصه على شكل المعلقه، والكواليتي بتاعتها وحش قوي. دي ممكن نعمل لها استرجاع، وحشه جدا. ده بقى ايه مش عارف، خلينا نشوف برضو ده ايه عشان نشوف ده من الحاجات التافهه ولا من الحاجات المهمه. لا ده حاجه مهمه. ده هولدر بيتحط فيه الموبايل وتقفل عليه، وكمان ممكن تحط من فوق هنا مثلا مايك، او ممكن تحط فلاش حاجه تنور مثلا عليك، ومن هنا يتمسك على الترايبود. فده من الحاجات برضو اللي بالنسبه لي مهمه يعني. ده يا سيدي سكرين علشان الكاميرا برضو النانو الاوزمو، فده برضو من المنتجات لا مهم برضو بالنسبه لي بصراحه. ده مش من الحاجات التافهه، دي من الحاجات التافهه. دي ميداليه بس عجبني قوي شكلها، عامله زي عارفين بتاع اللي كان في ارطغرل،
الكواليتي بتاعها مقبول يعني، بالنسبه لسعرها الكواليتي بتاعها كويس حلو. هي حاجه اكسسوارز كده، بس الكواليتي بتاعها شغال يعني، مش احسن حاجه ومش وحش برضه، فهخليها مش هرجعها يعني. دي برضه من الحاجات التافهه، دي عباره عن ميداليه تمام، بس في نفس الوقت فيها حاجه مستخبيه. ايه هي بقى؟ انها بتتفتح كده وبتطلع القطر ده، وتقوم جاي رابطها العكس، فيبقى معاك قطر بالمنظر ده كده، تقشر بيه حاجه، تبري بيه قلم. صراحه انا جايبها عشان ابقى يعني ايه، اعمل بيها انبوكسنج لما باجي افتح اي حاجه واعمل لها انبوكسنج، واقعد ادور على اي حاجه عشان افتحها. فجبت دي، شكلها ظريف، وفي الانبوكسنج هتبقى لذيذه يعني، والكواليتي بتاعتها حلوه جدا على فكره. والظريف ان هي مش باين ان جواها آلة حادة، فاعتقد ان هي عدت من الجمارك عشان كده، عشان مش باين ان جواها آلة حادة. نشوف كمان ايه اللي موجود هنا، خلينا نشوف. دي القطعة التانية برضو زي اللي انا كنت جايبها قبل كده، اللي قلت لكم انها بتتثبت ايه على الترايبود علشان تنقل الحاجة بتاعتك بلاجن كده على طول ما بين الترايبودات وبعضها يعني. فاعتقد دي برضو القطعة التالتة، بس دي الرئيسية بقى، دي اللي هي فيها الحتة اساسا الاساسية اللي بيتثبت فيها. ممكن اوري لكم الفكرة بتاعتها عاملة ازاي يعني، ممكن الناس اللي بتعمل محتوى او بتصور او كده تحتاج حاجة زي كده. زي ما انتم شايفينها كده اهي، دي القطعة الرئيسية مثلا بتركب على اي حاجة، ودي القطعة اللي بتركب على الموبايل او تركب على الكاميرا، تخليك ان انت ايه، تعمل كده تشيلها، او تعمل كده اهي فتركبها تاني كده، بتشيل وكده بتركب. خلاص الموضوع كده ايه، اصبح سهل، بدل ما تقعد تربط مسمار ومش عارفة ايه والكلام دوت يعني، فكده اسهل بكتير. دي بقى شنطة في سماعة كده جايبها جديدة، اللي هي الساوند كور دي. كنت عايز شنطة كده تبقى على مقاسها، شفت الابعاد، لقيت الابعاد بتاعت الشنطة دي كانت مناسبة جدا للسماعة، فجبت الشنطة دي علشان احط فيها السماعة، تحافظ عليها بحيث ان انا وانا بتنقل في اي مكان ما تبقاش معرضة ان هي تتخبط او تتخربش وكده يعني. الشنطة اهي من جوه، الكواليتي بتاعتها حلوة جدا جدا ومتينة. ده من الحاجات التافهة ومن غير ما تضحكوا، ده استك. انا جايب استك من بره، وللاسف الاستك ده مش موجود منه في مصر، وده انا جايبه علشان بشوف العيال بتوع اسيا عارفين الشجر بتاع البامبو، بيجيبوه وبيعملوا بيه شوية حاجات تحفة بصراحة، بس بيعملوها بنوع استك معين. هو ده اللي هو يعمل ايه، يعمل مثلا حاجة فيها اسهم بتتضرب وفيها كلام من ده في العصاية نفسها بتاعة البامبو، وده الاستك اللي بيستخدموه. الاستك ده للاسف مش موجود منه في مصر، او انا ما شفتوش في مصر، فعشان كده انا لما لقيته على الموقع جبته. فده من الحاجات التافهه، بس يعني انا مبسوط وانا جايبه يعني. ده برضو دي برضو اعتقد انها السكينه التانية اللي انا جايبها، لان نفس شكل الباكج. هي دي برضو سكينه تانية، شكل تاني او ستايل تاني اهي، نفس الفكره بتاعت التانية، ميداليه تمام، مش باين منها اي حاجه، ولكن هي في جواها سلاح اهو، بتقدر تطلعه تعمل بيه انبوكسنج، او تعمل بيه تبري بيه قلم، او تعمل بيه اي حاجه انت عايزها. فانا جايبها برضو للانبوكسنج، وشكلها عجبني بصراحه، وفي نفس الوقت مش باين ان في جواها حاجه يعني، عشان كده برضو عدت من الجمارك. ودي من الحاجات برضو اللي كنت خايف انها ما تعديش من الجمرك يعني. دي شنطه للكاميرا الاوزمو DJI اوزمو نانو، عشان حجمها صغير، الكاميرا دي حجمها صغير جدا، ببقى محتاج لها شنطة عشان احطها فيها، والشنطة برضو بحجمها صغير عشان اقدر احطها في جيبي يعني. هي الفكرة من الكاميرا دي ان انت تقدر تتنقل بيها بسهولة، وتصور بيها في اي مكان وفي اي وقت، فكنت عايز حاجة تحميها بدل ما بحطها في جيبي كده على طول بوضعها. شنطة حلوة قوي، حجمها صغير، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعها ممتاز جدا يعني، هارد، تحافظ، مش بتطبق على الكاميرا، لا الكيس نفسه هارد جدا، وحجمها صغير، فمش هبقى حاسس ان انا حاطط حاجه كبيره في جيبي اهي. وكمان مكان ان انا احط مثلا كابل او حاجه حلوه او ممتازه، عجبتني. دي من الحاجات التافهه برضو اللي انا جايبها يعني، اللي هي بص كده
عامله زي الميداليه اهي، ولكن في جواها الحاجات اللي بتسلك الودان، شويه آلات كده او شويه حاجات اهم لتسليك الودان. دي مثلا دي الحاجات دي كلها ممكن تسلك بيها الودان، يعني شويه حاجات كده او آلات ان انت ممكن تستخدمها في تسليك الودان. ده بقى اهم قطعه بالنسبه لي بصراحه، لان عندي المايك الكوندنسر، فما عنديش هولدر للمايك الكوندنسر. حجمه كبير جدا، مش عارف هل بيتضيق بقى ولا هو ده المقاس الثابت بتاعه ولا ايه، لان كده هيبقى كبير على المايك. لو بالحجم ده هيبقى كبير على المايك، بس هو الماتيريال بتاعته حلوة قوي، الماتيريال بتاعته ممتازة، هو ميتال كله ميتال، بس مش عارف بيتضيق ولا لا، بس اعتقد ممكن، يعني اعتقد لا بيتضيق. نشوف كده بيتضيق. لا هو حلو جدا صراحة، والماتيريال بتاعته حلوة جدا، ممتاز. ودي كانت اخر حاجة في الاوردر بتاعي اللي انا جايبه، والهدايا الحمد لله وصلتنا. فالتطبيق صادق، التطبيق فعلا بعت الهدايا. الاوردر فيه منه حاجات الكواليتي بتاعها او معظمها بصراحة، يعني ممكن نقول مثلا 90% من الحاجة اللي جات لي الكواليتي بتاعها كان حلو جدا، ما عدا المعالق الكواليتي بتاعها بشع. فلو حد شاف المعالق دي وعايز يجيبها، فانا بقول لك ما تجيبهاش، الكواليتي بتاعها بشع بصراحة، مش حلو خالص. وبكده نكون خلصنا كل الحاجات اللي جبناها. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.